الحمد لله الكريم المنان ذي الرحمة الحنان غافر الذنب وقابل التوب ذي الجلال والإكرام. الخير والفضل منه وإليه، يهب لمن يشاء النعم ويدفع عمن يشاء النقم. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويفتح باب عفوه بالنهار ليتوب مسيء الليل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد على ذلك سبحانه بنفسه، وأشهد جبريل والملائكة وكل من خلق فقالوا بلى. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، مظهر التوحيد ومقام التفريد، منبع الحسنات ومنار الرحمات وماحي السيئات، مداوي القلوب من جحيم الذنوب، معلم الناس الخير وستر العيوب، صلى الله عليه وسلم. صلاة ترفع لنا بها يا رب الدرجات، وتحفظنا بها من الغفلات، وتقينا بها من الموبقات المهلكات. وعلى آله وأصحابه الكرام الثقات والتابعين لهم ومن سار على نهجهم إلى يوم الميقات. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، شباب الأمة وأملها وعمادها، أبناءنا الصالحين، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. والفساد في الآية قال المفسرون هو الشرك، وقالوا القتل، وقالوا سفك الدماء، وقالوا القحط وقلة النبات، وقالوا المعاصي، وقالوا الظلم ونقصان البركة وغلاء الأسعار، إلا أن الفساد يشمل كل ذلك وغيره. أما ظهور الفساد، لأن الآية تقول لك ظهر الفساد، فيعني أنه كان موجودا مستترا ينخر المجتمع ولم نشعر به، إما لغفلتنا عنه أو لتواطؤنا معه أو لعدم اهتمامنا به، حتى ظهر وبان، وأظهره الله ليذيقنا عاقبة تفريطنا في محاربة الفساد أو مجانبته، لعلنا نفهم الدرس ونرجع. وتعني ظهر الفساد أيضا، هنا قلنا بان، وفي اللغة العربية تعني ظهر أيضا غلب الفساد وطغى، كما في قوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي غالبين. وظهر الفساد بهذا المعنى أي أصبح غالبا، ولكن على من؟ هذا الفساد اللي غلب اش غلب؟ غلب الصلاح. والصلاح هو الهيئة التي خلق الله عليها الكون كله قبل أن يأتي الإنسان إلى الكون. الكون كله كان صالح. اسمع قول الله تعالى في سورة ياسين: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. حتى إن فطرة الإنسان نفسه التي خلق عليها أو يخلق عليها دائما تكون على هيئة الصلاح، وهي الإيمان بالله والتوحيد، رغم أن الطفل لا يتكلم، إلا أن يفسده أبواه أو يفسده المجتمع أو يفسده الشيطان. الفساد أيها الإخوة هو تغيير الشيء عما كان عليه من الصلاح. يقول ابن الجزي. قرطبي يقول: الفساد العدول عن الاستقامة إلى ضدها. والفساد أعم من الظلم، لأن الظلم هو نقص في أمر ما، أما الفساد فقد يقع في كل شيء، وقد يدخل حتى على بعض المؤمنين في عقائدهم أو سلوكهم. لكن متى يظهر الفساد؟ يظهر الفساد حين تتدخل يد الإنسان في أمر ما على غير هدى من الله، وبشكل يخالف قوانين الله الحكيم العليم. ربك يعرف كل شيء،
وكيتصرف بحكمة. مثلا تزوج رجل، وهذا الشيء موجود ما كانش في عهد الصحابة، في عهد الصالحين وحتى في المجتمعات الصالحة. اليابان بين قوسين، راه ماشي عايشين في شي قرن آخر، احنا معاهم. رجل من العرب من المسلمين يتزوج 9 سنوات 11 سنة 20 سنة 4 الأولاد، طلقها، فسخ كل شيء. وإذا راجع نفسه وجد أنه خالف قانون الله في بداية الأمر أو في وسط الأمر أو في نهايته. ما كيصبرش، ربي كيصبر. وجعلنا القرآن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. لاش؟ قال في القرآن في الآية نفسها: أتصبرون؟ راك راجل، أنا خلقتك راجل قوي، تما غتبان الرجولة ديالك. ومن رحمة الله التي وسعت كل شيء أن جعل ظهور الفساد في المجتمع لحكمة ما، وهي أن يذوق الناس عذابه ليرجعوا إلى منهجه الذي يصلح لهم ويعرفوا عاقبة ما تكسبه أيديهم وقلوبهم. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعاصي، ظهرات تو استعمل لفظة ظهر، إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت، ذاك اللي كان كيتكلم مع اللي روى الحديث، فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: كيف يصنع بأولئك؟ يعني سيدي ربي اش غيدير دوك الصالحين؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. رواه أحمد والبيهقي والحاكم. اللي احنا ما كتجيناش الصهدة ديال المشاكل ديال الجفاف وديال كتوصلنا كاملين. صلى الله عليك يا نبي الرحمة. أيها الصالحون، إنما يكسبه الناس بأيديهم وقلوبهم من الفساد ينفعل معه الوجود كله من أرض وسماء وبحار وغيرها. وكلما استقام الناس على منهج الله في حياتهم ومعاملاتهم إلا وجاءتهم الرحمة من الله الكريم. ربي تيقول في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى، ماشي القرى من البوادي في القرآن، القرى هي المدن التجمعات، ولو أن أهل القرى آمنوا، هو المفتاح، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما تقولش أنا ما سوقيش، لا غادي راجية. وعندما يكون الأمر على غير منهج الله يكون الرد من السماء أيضا. قال صلى الله عليه وسلم، مزيان، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم، شوف غير وحدة، ما كيعطيوش الناس الزكاة، إلا منعوا القطر من السماء، تربي كيحبس الشتاء، ولولا البهائم لم يمطروا، يعني بعض المرات. هذا قانون سنفهموه. ولمزيد من الإدراك والفهم لقوانين الله في الكون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلينا وإلى الناس قد بين كل شيء وكشف قوانين وسنن الله تعالى، حين قال حديث رواه السيوطي وقال حسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بغيتيه عالم اجتماع، عالم نفس، مربي، مجاهد، رئيس دولة، زوج طيب، أب، صلى الله عليه وسلم قال لنا قدوة. قال: 5 ب5. شوف كيفاش بدا. قال سيدنا محمد: 5 ب5، غديروا 5 الحوايج غتجيكم 5 الحوايج. 5 ب5 ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوه. العهد ديال سيدي ربي راه قال بزاف الحوايج العهود. وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، كاين التعدي. ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت بالأمراض بطبيعة الحال. ولا طففوا المكيال، يعني غشوا في الميزان، وما أكثرها، سير سوق الخضار وتشوف العجب. وما طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، يعني الجوع والجفاف. ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، الشتاء. عباد الله، اعلموا وأنا معكم أن الفساد كما يكتسبه الفرد قد تكتسبه الجماعة، وقد يكون الفساد بالفعل كما يكون بالترك. كدير شي واحد الحاجه راه حتى هو فساد. فمن اخل بواجبه فقد افسد، ومن ترك النصيحه للناس وهو قادر بلطف فقد افسد.
ومن كان لديه رزق من الله وفير وبخل به على أقاربه وهم يعلمون أو لا يعلمون فقد أفسد. ومن لم ينظر إلى مصالح المسلمين في بلده وفي الأمة المحمدية فقد أفسد بالترك. ومن ترك الشباب وهو قادر على توجيههم أو تعليمهم ما ينفعهم ولو ببساطة فقد أفسد. فاللهم يا من يرانا ولا نراه أصلح أمرنا يا ربي، وقنا الفساد ما نراه منه وما لا نراه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الكريم الودود، يعطي قبل أن يسأل ويتوب على عبده قبل أن يتوب العبد. والصلاة والسلام على شفيع المذنبين الحريص على نجاة أمته يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، فإن الله تعالى يخاطب المؤمنين في آية قرآنية كريمة بأسلوب ملؤه الرحمة والشفقة، فيقول ربنا الكريم: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة هي كل ما يوقع في الهلاك من أقوال أو أفعال أو حتى النيات. قلب في النية ديالك بزاف الحوايج. أو قل هي شنو هي التهلكة؟ كل ما يمس الدين ديالك ولا ديال غيرك، أو نفسك أو نفس غيرك، أو العقل أو العرض الشرف أو المال. 5 الكليات اللي قاسم راه هي التهلكة. وقد قابل المولى الكريم كلمة التهلكة بكلمة الإحسان. قال لك ما ترميش راسك في التهلكة ولكن أحسن. شوف المقابلة، الإحسان يجب أن نكون محسنين، ماشي غير تنعدي ولا تندير دوري. لقيتي المرحاض محلول صافي خليه وزيد. والله إن نجد في أعزكم الله في بيت الخلاء ما تركه أسلافنا من زاره قبلنا، فننظفه بأيدينا حتى لا يأتي من بعدنا فيسيء الظن فيأتم. ما شنو فيها؟ راه هذاك ما واصلش. تيقول القرآن: ذلك مبلغهم من العلم. ما كيعرفش حتى شروط النظافة، شروط الإنسانية، ولكن أنت عندك ما تبخلش. حتى إن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: كونوا محسنين حتى في الذبح ديال الحيوان، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ويا عباد الله شكي يجرى عيد كبير، المواز كاع مسدين والقزار غزربان وواحد الحلوات. فين هو الإحسان؟ الجمالية الإحسان. جاي تكون محسن، ما تجيش الآخر لحظة، خليتها الآخر لحظة. علاش الآخر؟ جي أول. الله يسخر للجميع. أولئك هم المحسنون كما يريدهم الله. والإحسان عكس الإفساد الذي نهى عنه ربنا في سورة الأعراف، وقال بصريح العبارة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أعمال الفساد بالموبقات أو المهلكات، والتي عد منها 7 كما في الحديث الذي تسمعونه، وكلها أعمال فاسدة ومفسدة تخرج الإنسان عن منهج الله وتضر بالفرد، وكذلك الجماعة تبعدها عن الحياة الطيبة الموعودة، كالشرك والسحر. السحر 2 أنواع: كاين سحر العين كتسحرها العين، سحروا أعين الناس، وكاين سحر القلب والعياذ بالله. وكلهم كيقول لك ما كاينش السحر، ولا تذكروا سيدنا رسول الله ولا تذكروا القرآن. إذا فهو راه كاين، الله العافية منه. وقتل النفس والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم واتهام النساء الطاهرات في أعراضهن. غير أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: إن هذه المهلكات أو الكبائر الفاسدة كما سماها القرآن، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عد منها 7 فإنها إلى 70 أقرب منها إلى 7، وفي عند بعض العلماء 700 موجود المهلكات. إذا سيدنا رسول الله يذكر هذاك 7 هذاك النهار، وقد ذكر غيرها كثير. أيها الصالحون، إن واقعنا اليوم يعج بمظاهر الفساد المتعددة، فعدم أداء المهام على الوجه الكامل وبالشكل المفيد للوطن والمواطنين كما وضعها المشرع ووافقت عليه الأمة، فإن ذلك من الفساد.
وكل من الصغير حتى الكبير، وكل تفريط في أمانة الواجب يعتبر إفسادا في الأرض، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الصحية أو التربوية التعليمية. ثالثا، إن أكل أموال الناس بالباطل كاستغلال المال العام بغير حق أو عدم إتقان العمل المنوط بك أو التحايل على المؤمنين الغافلين أو الغش والسرقات أو الغش في الوظيفة. كنتكلم مع الطلبة والوليدات اللي كيصوفوا فابور ويسلت. شنو زعما عند بالك انت راك ذكي يا وليدي، راه تربات فيك واحد الحاسه ديال الغش وديال الانتقام من المجتمع. الاسلام ماشي هو ذاك وليدي، الا ما عندك سير على رجلك افضل. لو قلت لك من اين اتى جدنا الى الدار البيضاء على رجليه لاستغربت. قلت التحايل على المؤمنين، الغش، السرقات، الغش في الوظيفه، كل ذلك افساد. ثم إن سلوك الناس النابع عن مشاعر الأنانية والازدراء للغير أو الاستهانة بالأنفس والأعراض، كل ذلك فساد في الأرض. هواتف المقالة قيس على ذلك. الفساد هكاك أنت كتضحك وأنت ناشط مع راسك. شوف راك كتفسد. إن الاعتداء على النساء بكل صور العنف أو التضييق عليهن في الرزق أو المعاشرة فساد. إن احتكار السلع للزيادة في أسعارها عند الحاجة من روح الفساد. وأخيرا، إن الإدمان الذي ابتلي به الناس اليوم من أنواع كثيرة التي سماها القرآن ورسول الله سماها فساد. الإدمان، شنو الإدمان؟ حنا كنسمعوا شي مصطلح تنشحنوه تولي صافي تنعرف واش كيقول. لا، فهموه، حللوا باش تبان لك. حيت كتصحاب الإدمان هما المخدرات. ولا انت اللي كتجلس في التلفازه 4-8 السوايع ماشي مدمن انت؟ لا، انت اللي كتجلس في القهوه 8 السوايع كل يوميا ماشي مدمن انت؟ وانا معاك. حتى ان احد المربين قال لي انت راك مدمن التمور والشاي، فاقلعت عنها وصرت احسب الثمرات، لان الحساب الكون كله واقف بالحساب، الكون كله فيه الحساب. 7 تمرات، 3 تمرات، 5 بركه، باش ما توليش مدمن. مع النهار اللي ما يكونش التمر شعل العافيه، لا تدمن. قلنا الإدمان انشغال بما يضر الجسد أو العقل أو يضر بالمجتمع أيضا، سواء منه الإدمان على أنواع المخدرات أو الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي غير النافعة، كل ذلك إفساد. واللهم يا رب، اللهم يا مهيمن يا عزيز ويا قاسم الجبارين ويا من رفع السماوات باسمه بلا عماد ويا باسط الأراضين بلا أركان ويا خالق الخلق أجمعين بلا أعوان، لا إله إلا أنت تقدست أسماؤك، لا إله إلا الله تنزهت صفاتك. نسألك باسمك العظيم الذي ملكت به كل شيء أن تصلي وتسلم على أعظم الصلاة، على أعز سلام، على من يستجاب الدعاء بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا رب احفظنا من الفساد وأهله. اللهم يا رب اجعلنا من أهل الصلاح وذويه. اللهم يا رب أصلح قلوبنا وظاهرنا وباطننا. اللهم يا رب ارزقنا من الأقوال والأفعال والنيات ما ترضاه لنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أبناءنا من السوء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم خير خلف لخير سلف يا رب العالمين. أسعدنا يا رب بتربيتهم، أعنا يا رب على توجيههم. اللهم ارزقهم الدين والقرآن العظيم في قلوبهم. آمين آمين. وارحم اللهم والدينا رحمة واسعة. اللهم اسكنهم جنتك الواسعة والحقنا بهم صالحين مؤمنين متقين. اللهم احفظ هذا البلد من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ هذا البلد من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ هذا البلد من كل سوء ومكروه، من داخله ومن خارجه. يا رب اجعله بلاد الإسلام والإيمان والإحسان. يا رب من يمشي فيه بخير وبإحسان فارزقه الإحسان من عندك، أدهشه بعطائك يا رب العالمين. ومن أراد غير ذلك فاشغله يا رب بشاغل لا يستطيع رده من داخل البلد أو من خارجه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم استجب دعواتنا في إخواننا المسلمين المستضعفين. احفظ لهم يا رب أهلهم وأرضهم ودويهم، واحفظهم من كل عدو منتقم يا رب العالمين. يا رب إذا كادوا فكيدك أعظم، فكد لهم ولا تكد عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا رب. يا رب بحق هذه الجمعة اشف مرضانا يا رب العالمين، واعط كل ذي حق يا رب من يطلبه منك، اعطه ما يرجو منك يا رب العالمين. اللهم احفظ ملك البلاد الملك محمد السادس حفظا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب انشر على يديه القرآن والإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم احفظه في ولي عهده المولى الحسن، شد عضده بأخيه المولى الرشيد. وارحم اللهم يا ربي باني المغرب الملك الحسن الثاني يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.